أوقات الماتش ما بيكونش مجرد 90 دقيقة، بيكون رواية فيها بداية تشدك وأحداث بتتصاعد ونهاية ما بتتنسيش. ماتش الزمالك وسيراميكا بالظبط كان كده. بداية الماتش كانت برسالة من سيراميكا بكرة في العارضة من بدري جدا، وضغط يخليك تحس إن الزمالك هيتأخر على ما يدخل جوه الأجواء. لكن الزمالك كان عنده خطة تانية. بعد شوية صبر وترتيب لأوراقه من جديد، بدأ يستنى اللحظة اللي الخصم يسيب فيها أي تفصيلة صغيرة، واللحظة دي جت في آخر دقايق الشوط التاني. آدم قايد يمرر، ناصر ماهر يضرب، والنتيجة تتغير. وبعدها محمد شحاتة من نص الملعب يرسم واحدة من أجمل نهايات الماتشات اللي ممكن تشوفها في حياتك على طريقة لاعبين الباسكتبول. الزمالك بيبدأ بتشكيلة 4-3-3. صبحي في الجون، عمر جابر ناحية اليمين، عبد المجيد والونش في القلب، بنتايج ناحية الشمال. في النص دونجا ارتكاز، محمد شحاتة يمين، عبد الله السعيد على الشمال. قدامهم ناصر ماهر يمين، وشيكو بنزا شمال، وناصر منسي راس حربة. على الورق التشكيل متوازن، لكن على الأرض سيراميكا من أول ثانية هم اللي مسيطرين. سيراميكا قرروا يلعبوا على الاستحواذ ويضغطوا من أول لمسة. أول ما الكرة توصل لمدافع تحت ضغط، هجوم جماعي وبسرعة، وشفناه ده أكتر من مرة. الزمالك رد بكور طويلة، ويا ريتنا كنا عارفين نعملها صح، وده اللي تسبب في أخطر لقطة فخر لقاي بتسديدة، والعارضة هي اللي تشيلنا. الزمالك بدأ يتنفس لما ضغط قدام، ونتيجة الضغط ده شفنا عبد الله السعيد بيلعب كورة لناصر منسي، بس للأسف ما لحقهاش. وبعدين رجعنا للكور الطويلة اللي كل مرة كانت بتقف وما بتكملش. لكن بعد كده شحاتة بيحاول بعد عرضية من ركنية. لكن أخطر حاجة في الشوط الأول كانت تسديدة ناصر ماهر بعد تمريرة ماركة شيكابالا من عبد الله السعيد. أما سيراميكا ففضلوا يعتمدوا على الضغط زي ما قلنا، لكن مع مرور الوقت كان الزمالك بدأ يتعامل مع ده ويخرج بالكورة بشكل كويس. الشوط الثاني الزمالك ضغط من أول دقيقة، لكن كل المحاولات كانت بتقف عند شيكو بنزا، إما كور مقطوعة أو باص غلط. ونيجي بقى للقطة دي، هو احنا ابتدينا ولا إيه؟ عاوز اللاعب يحصل معاه إيه عشان تحسبها لنا بلانتي؟ الحقيقة مش فاهم ما اتحسبتش ازاي. الدقيقة 64 بينزل آدم قايد وعبد الحميد معالي، اللي بالمناسبة شكلهم من نوعية اللعيبة اللي بيلعبوا كرة سهلة. وهنا سيراميكا كان ليهم رد عن طريق كورة من فخر لقاي لإسلام عيسى، ووقتها الزمالك بدأ يحس بالخطر، فقرر يعمل ايه؟ قرر ينزل سيف جعفر وسيف الجزيري. اه والله زي ما بقولك كده. والجزيري في أول هجمة مرتدة بيشوطها في المقصورة وبيشلنا كلنا كأنه عيل صغير لسه ما يعرفش يعني ايه كورة، مش لعيب محترف. سيراميكا ضغط والزمالك رد بمرتدات. واخيرا في الدقيقة 83 هجمة مرتدة الجزيري بيرجعها لشحاتة من لمسة واحدة او اتنين لآدم قايد، بعدها فنت وتمريرة سحرية لناصر ماهر، جول اول للزمالك. بعدها سيراميكا هاجموا بكل خطوطهم،